ما عذر من بلغ 20 40 50 إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا. إلى متى أستحي من ربي؟ إلى متى؟ إلهي أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا. أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى. إلهي كلما طال عمري كثرت خطايا. أما آن لي أن أستحي من ربي. السبب الثالث ضعف الخوف من الله. نحن لا نخاف من الله، نخاف من الدولة، نخاف من القوي، نخاف من الأسرة، نخاف من اللسان البذيء، لكنني لا أخاف من الله. لو كنت أخاف من الله خوفا حقيقيا لما أقدمت على المعصية بكل جرأة. لو كنت أخاف من الله لقلت لنفسي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ورد عن الصادق عليه السلام: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت إليه بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. إلهي سامحني، إلهي أنا أتحداك بالمعصية، أنا أحتقر نظرك، أنا أحتقر رقابتك، أنا أصر على الذنب. أين لي الخوف وأنا مصر على الذنب ومزاولة المعصية؟